ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الفطاير دي سهله وبسيطه. مش هتاخد منك اي وقت، جميله جدا جدا. هتعمليها على الطاسه على البوتاجاز، من غير فرن، من غير اي حاجه. تابعوني لاخر الفيديو عشان تشوفوا الطريقه. هنا ده 3 كوب دقيق، عليهم كيس خميره، معلقه سكر. العجينه سهله جدا جدا، مفيش فيها اي صعوبه. معلقتين زيت، يبقى 3 كوب دقيق، كيس خميرة، معلقة سكر، معلقتين زيت. هنقلب كله كده مع بعض. المية بقى بالتدريج لحد ما تتكون كده العجينة. انا عايزاها عجينة تكون بتلزق كده في الايد، عشان في الاخر تديني مخبوزات تكون طرية وكويسة. تمام. هنعجنها كويس جدا جدا. هنخدمها شوية كده على الرخامة، نخدمها شوية كده ونعجن فيها شوية. الحركة دي بتخلي بجد العجينة كويسة جدا جدا في النهاية يعني. شايفين بقت جميلة، حلوة جدا كده. هنسيبها بقى تخمر، هنحط عليها بس نقطة زيت ونسيبها تخمر. تمام، حلو جدا. بعد ما خمرت طلعتها، هقسمها كده على كذا كورة. ال3 كوب دول جاب يعني 6 كور كده، عملوا معايا 6 كور كده. تمام. هناخد اول كورة هنفردها. بتتفرد بسهولة عشان العجينة ارتاحت واتخدمت كويس جدا. بعد ما فردناها كده، هنحط بقى الكوباية كده في النص ونعمل كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. تمام. نحط بقى الحشو اللي انت عايزاه حطيه. انا حطيت هنا موتزاريلا وجبنه فيتا. انت بقى الحشو ده براحتك خالص. هنحشي في كلهم الا واحده، هنسيب واحده مش هنحشي فيها. بالظبط زي ما انت شايفه كده. الاخيره بقى اللي ما حشيناهاش هنلفها كده عليها، نحط عليها كده زيت ونسيبها ترتاح شويه قبل ما نفردها. ارتاحت شويه نجيبها بقى نفردها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بتتفرد بسهوله لان انا سبتها ترتاح شويه. تمام، حلو جدا. ناخدها بقى على الطاسه كده. النار تكون يعني اقل من الوسط. تمام. اول ما اتشمعت من تحت انا قلبتها على طول، وانا حطيت في الطاسه يعني نقطه زيت كده قبل ما احط الفطاير فيها. ما بتاخدش وقت، على طول بتستوى. طلعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بجد حلوه جدا جدا، طريه، كانت طريه بصراحه زي القطن كده بالظبط. بجد كانت جميله جدا جدا جدا. اتمنى فعلا ان انتوا تجربوها، هتعجبكم. انا متاكده ان شاء الله ان هي هتعجبكم. مع السلامه.